ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض سفرة اول يوم رمضان، وطبعا معظمنا اصلا بنعمل محشي يعني. اللي عامل محشي يقولي في الكومنتات بقى. هقول لكم بقى المحشي بكل اسراره وتكاته من الصفر لاي حد اول مرة يعمل محشي، باذن الله هيطلع معاه مظبوط جدا. واهم حاجة قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة، ويلا بينا بقى على الطريقة. واول خطوة كده بسم الله الرحمن الرحيم، جبت البتنجان زي ما انتوا شايفين وبشيل الجزء اللي فوق ده. وبحب ساعات اطريه بايدي كده، بيسهل عليا ان انا اقوره. وده طبعا للمبتدئين اكتر، يعني بيسهل عليكم كتير جدا. وبالنسبة بقى اللي دايما بيبوظ البتنجان بالمقوار، فانتوا ممكن تعملوا الحركة دي. بعمل كده كأني باخد قياس تقريبي لطول البتنجانة، وبحط صباعي عندها وبفضل فاكرة انا سبت صباعي فين. بعد كده اقعد اقور بقى لحد الحتة اللي انا محددها لنفسي. لو زودت عن كده البتنجانة بتاعتي هتبوظ خلاص. تمام. بس وبفضل الفها كده، هتلاقوا كل اللي جواها طلع. موضوع مفيش ابسط من كده. طبعا انا عارفة ان الكلام ده الف ب بالنسبة لناس كتير جدا، وفي ناس كتير قوي بيعملوا المحشي برضو بطرق جميلة قوي وشاطرين فيه جدا. بس طبعا انا كمان موجهة الفيديو ده، غير ان هي خلطتي مختلفة، فاي حد ممكن يستفاد منها كمان المبتدئين. يعني هو الفيديو ده خاصة في الجزء الاول منه هيكون للمبتدئين. وطبعا البتنجان يفضل تكوني لابسه جوانتي، لان البتنجان بجد بيبهدل شكل الايد جدا. فبقول برضو للي حابب ياخد باله او اول مره يعمله، فدي برضو ملحوظه خلوا بالكم منها. كده بقى انا خلاص هخلص الكميه كلها من البتنجان، وندخل بقى على طول على الكوسه. النهارده هنشوف مع بعض اساسيات المحشي: البتنجان والكوسه والفلفل وكمان الكرنب. واول حاجه ان انا ببدا اشيل الزوايد اللي في الكوسه كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده تقوير الكوسة مختلف شوية. اول حاجة باخد المقاس كده زي ما انتوا شايفين زي ما وريتكم. بعد كده بعمل بالمقوار حتة صغيرة كده من فوق الاول، بحيث ان انا لو دخلت المقوار كله هتتكسر الكوسة. فباخد كده جزء صغير، بعد كده ببدأ ادخل المقوار جزء جزء وانا بلف فيه. ودي كده احسن طريقة وامن طريقة تعملي بيها الكوسة من غير ما تتكسر معاكي خالص. حاجة كمان مهمة جدا، هي تبان حاجة بسيطة بس فعلا مهمة في الكوسة جدا، ان انا الجزء اللي في المقوار ده ببدأ اعمل فيه شكل كده في الكوسة. اولا هو بيخلي شكلها احسن، ومن ناحية تانية الكوسة كمان بيكون ماسك فيها رمل كده. فالرمل ده غسله بيكون صعب شوية، لو مش مغسولة حلوة قوي ومعمولة بالطريقة دي ممكن يقرمش منك. فالحركة دي بتساعد اكتر ان هو يبقى اسهل في الغسل، فما يقرمش منك خالص من بره. بعد كده الفلفل بقى سهل خالص، كل اللي بعمله بشيل الجزء اللي فوق، بعد كده بطلع الجزء الابيض اللي جوه ده. اعتقد دي اي حد يعرف يعملها عادي. بصوا برضو الطريقة دي سريعة قوي لعمل الفلفل، ان انتوا بصوا زي ما انتوا شايفين كده. بشيل الجزء اللي فوق من غير سكينة ومن غير اي حاجة، وبيطلع بالقلب كده. بس كده خلصت. كده احنا خلاص خلصنا كل تقوير المحشي. تعالوا بقى على طول ندخل على الكرنب. جبت بقى الكرنبايه بتاعتي وشلت الورق الاخضر اللي عليها من بره. بعد كده هبدأ بقى زي ما انتوا شايفين كده، بالسكينة هلف الكرنبايه كده لحد ما اشيل الجزء اللي موجود من فوق ده. بعد كده هندخل على طول نسلقها. واهم حاجة الكرنبايه بتاعتك حاولي تجيبيها ان هي تكون مش مكدسة ورق قوي، وفي نفس الوقت مش فاضية من جوه. بتعرفي ازاي؟ بتخبطي عليها كده بتلاقيها ان هي ايه، باين كده ان في ورق جوه، بس في نفس الوقت مش ناشفة. فاهماني؟ ويكون كمان الورق بتاعها من بره لونه اخضر، وكل ما تدخلي جوه تلاقي لونه بيفتح لحد ما تبقى بيضة من جوه زي ما انتي شايفة الكرنبايه اللي معايا كده. وعشان نسلق بقى الكرنبايه، اول حاجة حطيت مية وهسيبها تغلي معايا على النار. بعد كده هحط فيها تقريبا نص معلقة كمون ومعلقة ملح. بعد كده هبدأ احط الكرنبايه من الجزء اللي فوق ده الاول. طبعا انا الكاميرا فصلت معايا بعتذر، بس المهم ان احنا بنحطها الاول على الجزء اللي من فوق ده. بعد كده بقلبها على الناحية التانية. تمام. وبفضل بقى اطلع في الورق كده، يعني بعد ما قلبتها الناحية التانية بستنى مثلا دقيقتين 3. وبعد كده بقوم رايحة شايلة كام ورقة، برجع استنى دقيقتين 3 تاني، وبعد كده ابدأ اطلع ورقة ورقة كده زي ما انتوا شايفين. هنلاقيها كلها اتسلقت في وقت قليل جدا. وبقوم نقلة بقى الورق ده في مصفى هنا اهو جنبي. اهو بصوا الموضوع سهل خالص. كل اللي سبته زي ما قلتلكوا على الوش اللي هو اللي من فوق، سبتها يجي 5 دقايق او 3 دقايق. بعد كده قمت قلباها، وبدأت بقى اطلع الورق كده زي ما انتوا شايفين بيطلع معايا بسهولة جدا.
بعد كده بحط ورق الكرنب دوت تحت المية اللي هي من الحنفية عادي، بحيث ان انا اوقف التسوية بتاعته. دلوقتي بقى يلا بينا نبدأ نحضر خلطة المحشي بتاعتي. عايزة اقولكوا الخلطة دي جبارة حلوة جدا، لازم تجربوها. اول حاجة الحلة بتاعتي عادي، وبدأت احط فيها كمية زيت كويسة، زيت طبعا وسمنة، احنا لسه هنحط سمنة دلوقتي برضو. انا عارفة ان انتوا هتحسوا شوية ان كمية الزيت او السمنة كتيرة شوية، بس هو ده اللي بيخلي الرز معايا جوه المحشي مفلفل ومش معجن، فهي للأسف هي دي حاجة مهمة جدا في المحشي. بعد كده جبت 4 بصلات مبشورين وحطيتهم بقى كده زي ما انتوا شايفين، هفضل اقلبهم ياخدوا لون ذهبي خفيف جدا، يعني انا مش عايزاها تاخد لون. بعد كده حطيت واحدة فلفل اخضر كده حراق، ممكن تحطوها عادي اللي هو الفلفل الرومي العادي، وادوها تقلبتين كده بتديها برضو ريحة حلوة قوي وطعم حلو قوي للخلطة. وهحط كمان دلوقتي مكعبين مرقة دجاج. بصوا بقى اللون بقى عامل ازاي، اللي هو مش عايزاها تتحمر قوي وفي نفس الوقت ما تبقاش بيضة. بعد كده هبدأ انزل بقى بصلصة الطماطم. انا تقريبا عملت شفشقين او 3 كبار من صلصة الطماطم، وده لان انا عاملة كمية كبيرة. كمية المحشي اللي انا عاملاها تكفي في المتوسط 10 افراد، فانتوا لو عددكم اقل اقسمي المكونات دي للنص، تمام؟ وممكن اقل كمان من النص، ده حسب طبعا عدد الافراد اللي هتعملوا لها. بعد كده هضيف بقى التوابل بتاعتي بسيطة خالص، كل اللي هحطه 3 معالق كبار من الملح الصغيرين. وبعد كده هدوق على فكرة وهزود، لان المحشي انا عاملة كمية كبيرة فهحتاج كمية ملح كبيرة. بعد كده هضيف تقريبا معلقة صغيرة مليانة ونص من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة كمون، ومعلقة صغيرة كزبرة ناشفة. وحطيت كمان ربع معلقة كده من الشطة، لان انا بحب المحشي بتاعي يكون حراق شوية. بعد كده هحط كمان معلقة صغيرة من البابريكا او معلقتين كمان عشان يبقى لونها احمر وحلو. وبس كده هسيبها بقى على النار تتسبك كده شوية وهغطيها، وبعد كده هرجع لها كمان شوية واقولكوا هنحط ايه كمان. عايزة اقولكوا بقى الخطوة دي بتدي ريحة للمحشي كده رهيبة. دي كده بصلاية كبيرة جبتها وبشرتها ودعكتها كده بشوية ملح وفلفل اسود، وبعد كده هبدأ انزلها بقى نية كده في نص ما الصلصة بتاعتي بتتسبك. عايزة اقولكوا بقى بتدي للمحشي كده ريحة حلوة جدا وطعم خطير. هنقلبها بس كده تقلبتين ونسيبها بقى تتسبك براحتها، تتسبك يعني تستوي حلو. من الحاجات كمان اللي بتأثر قوي في طعم المحشي هي الشوربة، عشان كده قررت اعمل معاكم النهاردة اللحمة، شوربة اللحمة. اقولك ازاي تعمليها، طعمها حلو قوي لان اصلا المحشي بيستوي فيها، فطعمها مهم جدا وبيفرق في ان المحشي بتاعك يطلع بأحلى طعم. اول حاجة حلة على النار وحطيت فيها معلقة صغيرة من السمنة وشوية زيت صغيرين قوي، واديتهم كده تشويحتين. بعد كده حطيت عليهم ورق لورا وحطيت عليهم 3 فصوص من الحبهان. بعد كده حطيت نص معلقة من الكمون، وهحط برضو معلقة ممسوحة من الفلفل الاسود. يفضل ان انتوا تستعملوا التوابل دي تكون اللي هي الحب، لكن انا ما كانش متاح عندي دلوقتي غير المطحونة. ممكن عادي تستعملوا المطحونة، لكن الفكرة ان الحب بيطلع الشوربة بتاعتي فاتحة اكتر واحسن. بس كده. وطبعا ما بحطش الملح دلوقتي، الملح بيتحط بعد ما اللحمة تستوي خالص. هبدأ بقى اديها كده تشويحتين. بعد كده هحط عليها بقى جزرايه مقطعه كده او نص جزرايه مقطعه قطع كبيره، بصلايه برضو متقسمه كده 4/4، وطماطمايه، وورق من الكرفس. عايزه اقول لكم الخضار ده كمان بيدي طعم حلو جدا جدا للشوربه. تقدروا تكتفوا طبعا بالبصل بس، لكن عايزه اقول لكم الكرفس بقى والجزر والحاجات دي بيدوها طعم افضل شويه واحسن. بعد كده هبدأ انزل بقى بالميه وهسيب اللحمه بتاعتي تستوي، واهم حاجه ما ننساش الملح بعد ما اللحمه تستوي. كده بقى خلاص الصلصة بتاعتي اتسبكت. بنعرف انها اتسبكت لما نلاقي الدهون كده زي ما انتوا شايفين طافت على وش الصلصة، ولقينا الصلصة بقى قوامها بقى سميك اكتر كده. خلاص كده الصلصة بتاعتي جاهزة. بعد كده بقى هضيف الخضرة غسلتها وقطعتها. دول تقريبا كانوا حزمتين شبت وحزمتين بقدونس وحزمتين كزبرة خضراء. كده خلاص خلصنا الخلطة. تعالوا بقى نحضر ورق الكرنب. اول حاجة بجيب الورقة كده، انا بوريكم بالطريقة دي للمبتدئين، تمام؟ جبت ورقة الكرنب كده وببدأ اشيل الجزء الابيض اللي بيكون في النص ده بالسكينة كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده بجيب الورق بحطه كده على بعض، وبعد كده بلف رول زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده أنا الورقة بتاعتي صغيرة فهقسمها بس على نصين، وطبعا حسب طول الورقة بتاعتك انا ممكن اقسمها على اكتر من 2.
بعد كده ببدأ اخد بقى كل ورقة واقسمها نصين كده بقى زي ما انتوا شايفين، لحد ما اخلص بقى الكمية بتاعتي كلها. دي تقريبا اسهل طريقة بالنسبة للمبتدئين، ودي الطريقة على فكرة اللي انا اتعلمت بيها في البداية. هنخلص بقى الكمية كلها وارجع لكم تاني. كده بقى الخلطة بتاعتي خلاص خلصت، وكمان جبت رز غسلته. دول تقريبا كانوا 8 كيلو من الرز. الرز بالذات مقدرش اقولكم معيار معين، لان هو بيكون تقريبي اكتر حسب حجم الكرنباية وحسب كمية الخضار اللي انتي جايباها. بس انا ممكن اقولك نصيحة، ان انتي بعد ما تخلصي الصلصة خدي منها شوية في طبق جانبي هي والخضرة، بحيث ان انتي لو كمية الرز خلصت يكون عندك صلصة وخضرة، ادخلي جيبي رز تاني وضيفي عليها الصلصة والخضرة وتكملي. لكن ما تقعديش بقى تعملي صلصة تانية او خلطة تانية. هنقلب بقى كله مع بعض حلو قوي، وفي الخطوة دي بندوق وبنشوف لو محتاج نزود ملح زيادة او اي حاجة. وانا كمان حسيت انه كان محتاج شوية زيت صغيرين كمان. دلوقتي بقى هنبدأ نحشي الكرنب. اول حاجة جبت الحلة وحطيت فيها كده الورق الكبير من تحت زي ما انتوا شايفين. بعد كده تعالوا بقى نبدأ على طول نحشي الكرنب. اظن المحشي بقى سهل ان اي حد يعرف يعمله. بالنسبة للبنات اللي بتعرفش تعمل الكرنب، فالطريقة موضحة في الفيديو وهي سهلة خالص. باخد شوية رز وبلف عليها كده الكرنباية، بس اهم حاجة قفلي الورقة كويس، ولو طلع شوية رز من الجنب شيليهم على جنب، بس سهلة خالص. بعد كده هكمل بقى احشي البتنجان والكوسة والفلفل. عايزة اقولك ان هو طريقته اكيد سهلة بقى قوي، انتي تعرفي تعمليه، اي حد بيعرف يحشيه. بس كل الفكرة سيبي مساحة للرز، ما تمليش الحاجة على الاخر، سيبي بس مساحة بحيث ان الرز ما يطلعش بره الخضار. هخلص بقى الكمية كلها وتعالوا بقى عشان نسوي المحشي. كده بقى اللحمة بتاعتي خلاص استوت، هبدأ بقى اضيف لها الملح زي ما قلنا. بعد كده بدأت بقى اطلع منها اللحمة كلها وصفتها كويس كده من الخضار زي ما انتوا شايفين والتوابل. وهبدأ بقى دلوقتي احضر الشوربة اللي هنسقي بيها المحشي. حطيت 3 مكعبات من مرقة الدجاج، وزودت برضو نص معلقة من الفلفل الاسود، وممكن تزودوا ملح لو حسيتوا ان الشوربة مش مالحة كفاية. بصوا هنا بعد ما حشيت المحشي كله وسايبه بقى الشوربه زي ما انتوا شايفين كده تغلي، لازم تكون بتغلي يعني او سخنت كويس قبل ما اسقي بيها المحشي. بصوا بقى هنا بعد ما حطيت الشوربه على الكرنب بحطها كده لحد ما يدوب تغطي الكرنب او قبله بصف كمان. وبالنسبه للخضار فانا برضو بسقيه لحد ما الميه مثلا توصل لحد نص كده الحله، وبس كده مش هزود اكتر من كده، دي هتكون كميه مناسبه. بالنسبة بقى للتسوية فاحنا هنخلي النار عالية عليها لحد بس ما الشوربة كده تغلي غلوتين. بعد كده هنوطيها تبقى بنار وسط لمدة مثلا تلت ساعة او ربع ساعة. بعد كده بوطي النار عليها وبغطيها وبسيبه بقى يستوي براحته خالص. بصوا بقى هنا المحشي استوى بقى حلو ازاي. ريحته بقى عايزة اقولكوا كانت قلبة المكان، يعني الخلطة دي يا جماعة خطيرة، ان شاء الله لازم تجربوها هتعجبكوا قوي. انا ساعات بحب احط برضو على وش الكرنب كده شوية سمنة بلدي، بتديها برضو طعم احلى وبتخلي الكرنب كده بيلمع وشكله حلو. وبس كده حبايبي، عايزة اقولكوا لو انتي مبتدئة هتعملي احلى محشي، خلطة رهيبة وطعمها حلو جدا. بس كده حبيت اشارككم اول حاجة عملناها في رمضان، لسه بقى هنحط باقي السفرة وكده. كل سنة وانتوا طيبين، وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد. واشوفكم بقى الفيديو الجاي على خير. باي باي.